طلحة بن عبيد الله كان واحدا من العشر المبشرين بالجنة، وهو من الصحابة الأجلاء الذين لعبوا دورا كبيرا في نشر الإسلام والدفاع عنه. ولد طلحة في مكة، وكان من أوائل المؤمنين برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طلحة كان معروفا بشجاعته وإقدامه في المعارك، لقد شارك في معظم الغزوات، وكان دائما في المقدمة يحارب من أجل الإسلام. في معركة أحد أظهر طلحة شجاعة لا حدود لها، حيث حمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من قوة، حتى أصيب بجروح بليغة. كانت حياة طلحة مليئة بالأحداث الهامة، فقد كان جزءا لا يتجزأ من كل جهود الإسلام والمسلمين في تثبيت دعائم الدولة الإسلامية، وكان معروفا بسخائه، فقد أنفق ثروته في سبيل الله وأظهر كرما عظيما تجاه المؤمنين الآخرين. طلحة كان لديه شخصية قوية لكن متواضعة، وكان دائما يبحث عن العدالة ويحب السلام. لقد كان لديه تأثير كبير على الجيل القادم من المسلمين، حيث كانوا ينظرون إليه كشخصية قيادية وقدوة. هذه الصفات جعلت منه رجلا يحترمه الجميع، وترك وراءه إرثا عظيما من التضحية والإنجازات في خدمة الإسلام. وكانت وفاته خسارة عظيمة للمسلمين، ولكنه ترك بصمة لا تنسى في التاريخ الإسلامي. وعايز أقول لكم في النهاية إن دي كانت قصة بطل جديد في حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله قريبا في حلقة جديدة وصحابي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.